يا صباح الفل على احلى متابعين في الدنيا. هنعمل مع بعض النهارده خبز الصاج او عيش الشاورما بطريقه سهله وبسيطه. عندنا نص كيلو من الدقيق وعليه ذره ملح وعليه معلقه صغيره من السكر ومعلقه كبيره من الزيت، ومعانا كوبايه ونص ميه عادي فتره من الحنفيه، مفيش اي مشكله. هنزل الاول بكوبايه وابدا اعجن. تقدري تعجني على ايدك عادي، بس انا كان ايدي فيها مشكله فما كنتش عارفه استخدمها. هنزل كده بالكوبايه واحده واحده. الكوبايه التانية انا بدلت بقى السلاح بتاع الكف، حطيت الخفق بتاع العجان ونزلت كمان بتلت كوبايه من الميه، يعني الكميه اللي خدها نص كيلو الدقيق معايا هي كوبايه وتلت من الميه. وطبعا هسيب لك المقادير في اول تعليق وهسيبه لك كمان في صندوق الوصف. العجينه اتعجنت معايا واتخدمت معايا كويس جدا وفيها تلزيقه بسيطه قوي قوي قوي. هحطها بقى كده تريح شويه لحد لما احضر الخليط اللي هدهن بيه بين الطبقات. والخليط بتاعي ده عباره عن زيت ودقيق. على بقى البوتاجاز وفي طاسه على النار هنحط كوبايه من الزيت، عليها 3 معالق من الدقيق، وهبدا اقلب بالشكل ده كده الدقيق. احط 3 معالق من الدقيق كبار وهبدا اقلبهم كويس جدا جدا لحد لما الدقيق والزيت يتفاعلوا ويتجانسوا مع بعض بالطريقه دي كده. شايفين طريقه سهله جدا وما تقلقيش خالص. خلاص انا خلصت وهبدا احطه في طبق على جنب علشان خاطر يبقى يبرد معايا وابدا اشتغل فيه. طبعا هركن الخليط ده وهاخد العجينه بتاعتي ريحت كويس وهبدا علشان افردها واقطعها وبرضو اسيبها كمان تريح شويه. عندي العجينه بتاعتي رشه من الدقيق على الكاونتر بتاعي، وهبدا اخد العجينه بتاعتي اعملها رول بالشكل ده كده عشان ابدا اقطعها لقطع. انا هنا عندي الكميه دي عملت لي 15 رغيف من الشاورما. الرغيف متوسط وحلو، وحجم الكوره تقريبا حوالي 55 من 55 ل 60 على حسب الكميه اللي هتطرح معاكي. انا بالظبط عملت رغيف حجمه 55 جرام كان حلو جدا. هبدا اخد اول كوره كده شكلتها وهبدا اعملها دايره صغيره وهركنها على جنب. طبعا حضرتك لو اول مره تشتغلي يا ريت يفضل ان انت تعملي كل طبقتين فوق بعض، بس انا بالنسبه لي هعمل كل 3 لان انا ايدي متعوده عليه وخلاص بقيت اعمله اكتر من مره. بس يفضل ان انت تعملي كل طبقتين عشان تقدري تفكيهم من بعض. عملت ال3 كور كده بالطريقه دي كده، وهجيب بقى الخليط معايا بفرشه كده وابدا ادهن خليط الزيت بالدقيق وابدا ادهن بالطريقه دي كده، واحط الطبقه التانية او العجينه التانية عليه وبرده ادي طبقه ومسحه من الزيت بالدقيق. تمام. وهبدا اخر واحده خالص طبعا مش هندهنها، هرش بقى شويه دقيق حلوين وابدا افرد معايا على قد ما ربنا يديني افرد علشان يبقى معايا رقيق وحلو بالشكل ده كده. فردته بقى كده وهروح بقى اسخن الجريلا او اي صينيه على النار، وسخنت معايا كويس جدا. هبدا انزل زي ما انتم شايفين عادي مفيش اي مشكله بالطبقه بتاعتي او العجين بتاعي اللي انا فردته بالعيش بتاعي، وعلى نار متوسطه مش هاديه ومش عاليه لحد لما يبدا لونه كله يغير. هبدا اقلبه على الناحيه التانية. شايفين بدا يغير، مفيش الا حاجات بسيطه قوي قوي كده اهو. وبصوا نقلته على الناحيه التانية وما خدش اي لون برضو. ما تقلقيش خالص هتعرفي تفكيه مفيش اي مشكله خالص. زي ما قلت على نار هاديه، بعتذر على نار متوسطه. وشايفين اهو بقلبه من هنا لهنا علشان كل الحروف كمان، وانا يهمني الحروف كلها تبقى لونها متغير عشان لو انت بتفكي العيش بتاعك. شايفين بدا ينتفخ ازاي اهو، بيبدا ينتفخ زي العيش العادي جدا وعيد اهو. شايفين انا بعمله بالسباتشولا كده علشان خاطر اهو بدا يفتح من بعض وفتح بمنتهى السهوله. خلاص كده العيش عندي بقى تمام. هشيله وهفرده بسرعه، هفكه من بعض بسرعه وهطبق كل واحده بسرعه مثلث كده، وهبدا ان انا اخد كل العيش دوت واحطه في كيس واحفظه كويس جدا لغايه لما اخلص كل الكميه. خلصنا بقى الكميه والعيش بتاعي في كيس، هنبدا بقى نعمل بيه احلى حشوه. شايفين كده تمام. تقدري بقى تشيليه بالطريقه دي في الكيس بتاعه في الفريزر، والعيش اهو لا بيتكسر ولا في اي حاجه ولا بيتقطع. عيش شاورما تحفه بجد. شايفين وقد ايه رقيق وقد ايه حجم الرغيف حلو جدا زي ما انتم شايفين تاني اهو. تقدري بقى لو عايزه، في ناس بتحب تعمل في الكريب تعمله فيه، تقدري تطبقي تطبيقه الكريب وتقدري تعمليه اهو تطبيقه الكريب وعادي جدا. تقدري طبعا هنعمله العيش السوري المعتاد اهو بنلفه ونحشيه اي حشو وهشيليه في الفريزر بقى وتطلعيه وقت ما انت عايزه. انا هستخدمه معاكم النهارده وهعمله ميكس شاورما بالبطاطس.
هنعمله بطريقه سهله وبسيطه، وسبق وعملت معاكم الميكس ده في الساندوتشات الكريب. هجيب العيش السوري بتاعي معايا بقى، وعندي توميه، وهسيب لكم اللينك بتاع التوميه، وانا حطيت لها شويه شطه كده عشان تبقى سبايسي. هدي طبقه بقى كده تحت في العيش بتاعي، طبقه توميه حلوه جدا. لو ما بتحبش التوميه ممكن تحطي ميكس ما بين الكاتشب والمايونيز، او ممكن بدون خالص. تمام. هحط بقى طبقه حلوه كده، وعندي بقى خيار مخلل قطعه شرايح رقيقه. هبدا ارص طبقات كده اهوت من الخيار بتاعي. تمام زي ما انتوا شايفين كده، عشان ايه؟ اعمل الساندوتش بتاعي يبقى ساندوتش كده محترم وزي اللي بنجيبه من بره. حطيت طبقه من الخيار. عندي بقى بطاطس محمره عادي جدا، وعندي شاورمه فراخ. وسبق وزي ما قلت عملنا مع بعض شاورمه الفراخ والبطاطس، عملناهم في فيديو الكريب قبل كده. هحط بقى زي ما شايفين طبقه الخيار. هبدا بقى انزل بشويه بطاطس كده متحمرين، واحطهم ده ميكس. حابه تعملي بطاطس بس مفيش اي مشكله، حابه تعملي شاورما بس، اي حشو انت حابه تعمليه تقدري تستخدميه. حطيت بقى شويه بطاطس كده، وهبدا انزل عليه بمعلقتين 3 بقى كده من الشاورما. الشاورما هنا طبعا انا حاطه لها فلفل الوان، بيبقى طعمها حلو جدا. وحاطه لها كمان بصل. في ناس ما بتعملش الشاورما بالبصل، بس انا بجد البصل بيديها طعم حلو قوي، وجربيها مش هتندمي. حطيت كده بقى الطبقه الحلوه، وممكن بقى تزودي كمان جبن لو متاح عندك. انا ما كانش متاح عندي جبنه مبشوره او جبن شيدر ورومي وموتزاريلا زي ما انا متعوده بحط في الكريب وبحط في العيش السوري، فقلت هعمله خلاص المره دي ساده. عندي بقى مايونيز وكاتشب، هحط بقى كده شويه مايونيز وشويه كاتشب على الوش، وهلف الساندوتش عادي جدا. وبجد طعمه رهيب جدا بجد. ان شاء الله باذن الله تجربوه يعجبكم. حطينا بقى شويه كده من الكاتشب. خلاص كده الساندوتش بتاعي بقى جاهز ان انا الفه، وهبدا اسويه على البوتاجاز. هجيب بقى الطرف اليمين عادي، عندي انا بحب ازود الكاتشب بس شويه، بيدي طعم حلو قوي بجد مع المايونيز، وكمان مع التوميه بيدوا طعم هايل في ساندوتش السوري. هلف بقى كده زي ما انتم شايفين الساندوتش بتاعي بمنتهى السهوله. خلاص كده هجيب الجناب واروح البرموع عادي جدا ولفاه، وهجيب بقى الطاسه اللي انا عملت فيها وهسخنها على النار كويس جدا، وهديها مسحه حلوه من الزيت علشان ابدا احمص الكريب بتاعي. خلاص انا خلصت كل كميه بعتذرلاش الشاورما بتاعتي. خلصت كل الكميه، وكمان اهو هحط بقى هرص بقى العيش بتاعي الساندوتشات بعد ما خلصتها واحده واحده كده. هتاخد بقى تحميصه من تحت وتحميصه من فوق، هقلبها اول ما تاخد اللون الحلو ده من تحت هقلبها. هما طبعا بيبقى عندهم حامل كده بيضغط على الساندوتشات، عشان هم بيبقى عندهم جريلا كبيره فبيضغطوا الساندوتشات فيها. مفيش اي مشكله، احنا من غير ضغط ولا حاجه هياخد نفس التحميصه الجميله دي. شايفين؟ لو عندك توستر ممكن تحطيه فيه، مفيش اي مشكله. اللي هو صانع التوست هتحطيه فيه، هيديلك التقليمه والتعريجه الجميله، وبرده هيحمصه معاكي. عايزه اقولك قد ايه هو بجد مقرمش. انا بخبط عليه كده، بس طبعا صوت الفيديو كان فيه زيطه جنبي، فما عرفتش ان انا اسمعك الصوته والتخبيط اللي انا عماله اخبطه عليه ده. بجد طعمه حلو ومقرمش وجميل وسهل جدا. ومن نص كيلو دي عملنا 15 رغيف من الشاورما بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. دي كانت حلقتي ليكم النهارده. لو عجبك الفيديو وعجبتك الوصفه وحسيتي ان انت استفدتي معايا، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو، وكمان تشتركي في بيج القناه احلى الوصفات مع بونيتا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.